اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة اغبى الفيديوهات في العالم. جبت لكم النهاردة شوية مواقف مضحكة على شوية اشخاص كان حظهم وحش وغيرهم ما كانش ده يومهم خالص. طب ما تيجوا نبدأ، يلا بينا عشان نشوف. لما تبقى واقف في امان الله بعربيتك وتلاقي زبالة فوقك في اي مكان، وهنا لما تهزر مع العربية الغلط فتلاقيها ماشية وراك وانت اللي جبته لنفسك واللي حضر العفريت يصرفه. اي حد بيسوق عربيات في المطافي لازم يكون عنده مهارة السواقة، مش زي الراجل ده مش عارف يطلع بالعربية من مكانها حتى. ودول حرامية كانوا عاوزين يسرقوا الراجل ده في البنزينة، بس هو مسكتش ورش عليهم البنزين فخافوا كلهم يولع فيهم وطلعوا يجروا. وهنا لما تحب تعمل خير في حد، شاب لقى تليفون فوق العربية بتاعت شاب تاني، ولما حاول يوقف العربية دي الشاب زعقله فاخد التليفون بتاعه من فوق العربية وراح رميه على الأرض. شاب كان سايق العربية بسرعة ولما وقف علشان يعدي الطريق بالراحة واحد كان جاي من وراه وقعد يزمر له فنزل من العربية عشان يشرح له، لكن العربية مشيت لوحدها وهو طلع يجري وراها. لما تحب تهزر مع حد في الطريق هزر بالراحة بدل الهزار ما يقلب عليك وإزاز عربيتك يتكسر. لما تيجي تضرب صاحبك على قفاه بس هو يوطي وتضرب نفسك مكانه، ده ينطبق عليه من حفر حفرات اللي أخيه واقع هو فيها. وده واحد كان عاوز يعدي العربية اللي قدامه، لكن من حظه لما عدها لقى عربية أكبر قدامه فاضطر إنه يرجع لورا بظهره علشان ما يتقبضش. وده يعلمك إنك لازم تلتزم بآداب الطريق. حاول لما تشيل حاجة تقيلة تأمن الطريق قبلها علشان ما يحصلش معاك زي اللي حصل مع الست دي. لما تحب تسرق حاجة لازم تكون رياضي، ده اللي حصل مع البنت دي وهي بتسرق فاتزحلقت على الأرض رجليها اتلوت، فاضطر زميلها إنه ينزل يشيلها بسرعة قبل ما حد يجي يقبض عليهم. شاب حب يعمل مقلب في صاحبه يوقعه من على الكرسي لكنه وقع لما وقع الرجل بتاعت الكرسي اللي صاحبه قاعد عليه، المصيبة إن صاحبه هو كمان وقع بعدها فوقيه. لما تحب تعمل نمرة قدام الناس بس في الآخر يتعمل عليك أنت نمرة والكل يضحك عليك، ده اللي حصل مع الشاب ده لما حب يستعرض مهاراته في سواقة الدراجات، لكنه اتقلب بعدها وما استفادش حاجة غير الإحراج. وده واحد كان ماشي على الرصيف اللي مزروع نجيلة، بس المصيبة هو ازاي عدى من السور الحديدي اللي قدامه، غالبا كان ماشي بقاله مدة طويلة. تخيل لما يكون رزقك ان عربية تتحشر بين عربيتين اكبر منها، ده اللي حصل مع صاحب العربية دي لما عربيتين هامر زنقوه في الرصيف وما عرفش يخرج منهم. اما دي واحدة داخلة تمسك الفرخة بس ما تعرفش ان معاها راجلها ويديك عمل معاها الصح. تخيل تحب تعمل مقلب في اللي قدامك وتشد شعره في ايدك، ده اللي حصل مع البنت دي لما شاب عمل معاها كده فقامت اديت له بالقلم على وشه. وانت معدي على بوابة الطريق حاول ما تهزرش مع الناس اللي واقفة بدل ما تقلب عليك وتتغرق بيبسي، مش ناقصة قرفك وقرف الشغل. زمان كان اي حد معاه مسمار ممكن يخدش العربيات وهو معدي عادي من غير ما يتمسك، لكن من حظ الشاب ده انه لما عمل كده الشرطة مسكته واخدته على الاسم. واحد مجنون سايب كل البيوت وراح يدخل البيت الابيض غالبا مش هيشوف الشمس تاني. وده واحد حب يهزر مع الحمامة بس الحمامة علمته الادب. ودي واحدة عاوزة تعدي الطريق بابنها بس من حظها عربية مطافي معدية وفتحوا الطريق عليها. لما عامل الدليفري يكون مش راضي عنك ويجي يسلمك المطلوب لكنه ياخده معاه وما يرضاش يسلمهولك. لما تبقى ماشي على الطريق حاول تلتزم بآدابه، لانك ممكن يحصل لك زي الشاب ده لما حب ياخد مكان مش مكانه فجت عربية من وراه وشالت له نص عربيته. وده واحد حب يجدد الحمام بتاعه بس تقريبا بوظ الشقة كلها. سواق النقل تقريبا عنده مشكلة في الاتجاهات. من حظ الشاب ده الوحش انه لما حب يسرق عربية كان في بنت بتصوره بالتليفون، وانت معدي بالطريق بعد كده اتأكد ان مفيش حواليك شرطة. لما تعمل في صاحبك موقف محرج، بنت حبت توقع صاحبتها من على سماعة علشان تطلع ترقص مكانها، لكن من حظها ان السماعة وقعت بيها وما تهنتش بحاجة. واحد حب يعدي الكلب بتاعه من الطريق وكان بيزعق للسواقين وهو معدي، بس ما كانش واخد باله بعد شوية انه هيخبط في عمود قدامه وكان شكله وحش جدا. وده واحد راكب عربية وبيتنطط على الناس فراح شاب علشان يفتح الباب عليه لكن المقبض بتاع الباب اتكسر، ومن حظه انه قدر يهرب قبل الباب ما يفتح. العربيات كلها بتبقى ماشيه بسرعه وخاصه لو كان في حفره مليانه ميه قدامهم، بس الشاب ده كان ذكي لانه مسك طوبه والعربيه مقربه منه، وده خلى السواق يمشي بالراحه من جنبه علشان خاف على عربيته. ايه المفروض الكل يعمل زي الشاب ده بعد كده. لما تروح تسرق حاجه من المحل بس حظك وحش ولما تجري يبقى الباب مقفول بالقفل، البنت دي هتموت من الاحراج من اللي حصل لها ده. لما تزعق مع سواق عربيه وتلاقي الشرطه في قفاك، وانت بتلعب في الاسانسير خلي بالك الباب يفتح لوحده وقتها شكلك هيبقى محرج جدا.
لما تروح تصيف بعد كده بقى اتأكد ان كل حاجة سليمة بدل ما تغرق في البحر. وده واحد حب يكسر الإشارة، لكن من حظه كان وراه عربية شرطة، معرفش أمه كانت داعية عليه تقريبا. لما تشيل حاجة شيلها بالراحة، لأنك ممكن تقع بيها لو بتجري بسرعة، زي اللي حصل مع الشاب ده لما كان مستعجل. لما تحب تهزر مع حد نقي اللي ما يكونش بيلعب مصارعة علشان ما يعملش معاك الصح زي الراجل ده. في ناس كتير ما بيبقوش عارفين يقفوا فين في الإشارات، زي اللي حصل مع الراجل ده، فنزل يمشي العربيات بنفسه علشان يعرف يعدي. لما تكون مربي قطة في البيت وتكون بتفهم كلامك لكنها فهمته غلط وعضت البنت دي. وده واحد راكب عربية جديدة بس محدش كان بيحبه. وده واحد حب يهزر مع الناس لكن الناس ما حبتش تهزر معاه وطلبت له الشرطة. لما تحب تعدي الطريق بالعربية بص حواليك بدل ما تتخبط من الناحية التانية. وده شاب حب يعدي الطريق بسرعة لكن عربية الشرطة كانت قريبة ووقفته. وده واحد حب يوقف عربية فعدى قدامها، قامت العربية خبطه وهو معدي. الموقف اللي جاي ده محرج جدا، لما تكون بتلعب مع الكلب بتاعك بس هو يقوم ويرمي عليك التراب، باين الكلب ما كانش مرتاح للولد ده. اغرب حادثة ممكن تشوفها على جنب الطريق اكيد بنت اللي سايقة. اصعب حاجة انك تعمل شوبينج مع واحدة ست، ده اللي حصل مع الست دي لما زهق جوزها سابها ومشي. وده واحد كان خارج من بيته عادي رايح مشوار، لكن لما ساق العجلة بتاعته دخل في حيطة سد، وده يعلمك انك تسوق العجلة بعد كده بايديك الاتنين. يا جماعة قلنا نلتزم بآداب الطريق، لانك ممكن تلاقي شرطة في اي مكان قدامك، زي اللي حصل مع الراكب العربية دي لما حاول يعدي اللي قدامه لقى الشرطة هي اللي في وشه. لما تركن عربيتك بعد كده اركنها في مكانها الصح، ما تعملش زي الشاب ده، لانه لما ركن عربيته كان راكب في موقف تريلات فاخدته الجنب بتاعها كله. وده شاب حب يتف علامة فتفت هي عليه. لما تحب تخرج من الجراج بتاعك لازم تتأكد ان الباب فتح كله مش نصه، علشان ما يحصلش معاك زي الراجل ده. وده شاب كان سايق عربيته عامل ازعاج للناس، فجأة جه واحد تاني من وراه وقعد يزهقه زي ما عمل مع الناس. ودي واحدة حبت تلعب بالزبالة بس الزبالة لعبت بيها. الشاب ده كان عاوز يعمل مقلب في اللي يدخل اسانسير معاه، لكن المصيبة ان البنت دخلت عليه الاسانسير وحاول يخضها، كان معاه رشاش مخدر فرشت عليه، من ساعتها وهو حرم يعمل كده مع حد تاني. تخيل تبقى ماشي في امان الله وبطة تثبتك. ودي واحدة رايحة تسرق من السوبر ماركت حاجات لكن الكاميرات صورتها، ولما قفشوها لقوا في شنطتها نص المحل، تقريبا كانت محملة عربية نص نقل في شنطتها. وده لما تحب تمشي بسرعة بس من حظك انك تتعطل والعربية اللي عديتها هي اللي يكون طريقها سالك. غالبا الناس ما بتحترمش نفسها غير لما بتخاف، زي الشخص ده لما كان سايق بسرعة بس لقى الشرطة قدامه فمشي على اقل سرعة. لما تبقى الدنيا كلها داعية عليك وانت طالع الصبح، ده اللي حصل مع الشاب ده لما خبط عربية الشرطة، غالبا هياخد اعدام فيها. اربط حزام الامان وانت ماشي علشان ممكن تقابل ضابط مرور في اي مكان، لا وممكن كمان يلفلك من اخر الدنيا مخصوص. الشاب ده حاول يوقع التلج من فوق الشجرة بس التلج وقع كله فوقه، ومن وقتها حرم يعمل كده تاني. وده واحد حب يهزر مع سواقين التريلات في الطريق بس في الاخر عملوا معاه الصح. لما تحب تستعرض مهاراتك حاول تبقى بعيد عن البحر بعد كده بدل ما تقع فيه. لما تركن في الطريق بعد كده خلي بالك لا يكون قدامك حواجز. ودول كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد واحد في المدرجات لحد ما احتفلوا في وشهم. وده واحد حب يعدي عربية قدامه بس طلعت عربية شرطة ومشيت وراه. واحد كان راكب عربية وعاوز يعدي العربية اللي قدامه بسرعة، لكن من حظه الوحش ان العربية دي كانت بتاعة الشرطة ووقفته. ولحد هنا بيخلص فيديو النهاردة، لو عجبك ما تنساش اللايك والشير وانت معدي واشترك في القناة علشان نقدم لك فيديوهات اكتر. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا ونشوفكم في مواقف محرجة تانية. يلا سلام.